السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للمشاهدين الكرام، مشاهدات الكريمات، قناة وطن فود تيفي، من إعداد وتقديم محمد بن يحيى. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين وبلغنا إن شاء الله ليلة القدر وجعلنا من الفائزين. بغينا نديرو واحد ترتاشه عاودة اليوم. كاين واحد قمة القمم يوم الغد اللي غادي تجرى في الدار البيضاء، ومقابلة النظرية ديال البركانية اللي غادي يرحل إلى الدار البيضاء لمواجهة وداد الأمة، وداد البيضاوي. مقابلات كما يقولوا دائما مقابلات الوداد نهضة بركان كتكون فيها ندية وكيكون حضر جمهور كبير، ونتمنى ان شاء الله نشوفوا واحد مقابله في المستوى العالي تشرف كره القدم المغربيه وتشرف البطوله الوطنيه. خاصه هذه السنه الفريق الوداد كما يعلم الجميع معجج من النجوم، بنجوم لاعبين كبار امثال زياش، امثال امرابات، امثال اللاعب الفرنسي اللي اصل التونسي كذلك، اللي كاع هادو لاعبين لعبوا في اعلى مستوى. هذا هو اللي فريق الوداد السنه صراحه يعني انتدبت في المستوى الكبير، وفريق كبير ومرشح فوق العاده يعني من اجل الفوز بهذه البطوله. هذه هي الحقيقه، وحنا ما دائما كنقولوا الحقيقه. قبل ما نشوفوا المقابله غادي نمشيو نشوفوا المقابله اللي جرات في بركان بين فريق الرجاء وفريق نهضة بركان. نتيجة المهم مقابلة اللي انتهت بالتعادل، وبعد ذلك نرجع لمقابلة نهضة بركان ضد الوداد، مقابلة الغد. فوالا، مقابلة الرجاء مقابلة نهضة بركان يعني انتهت النتيجة 1-1. نتيجة كانت نقدروا نقولوا منصفة للفريقين، ولو أن فريق نهضة بركان كان سيطر سيطرة مطلقة على مجريات المقابلة، يعني باستثناء فريق الرجاء دار واحد الهجوم مضاد استغلوه وسجلوا هدف جميل. خطأ دفاعي، دائما حنا عندنا أخطاء دفاعية، ولكن إلا ما كانش خطأ ما غاديش يسجل الهدف، ماشي مشكل. وبعد ذلك فريق بركان يعني عاد يعني رجع للسيطرة المطلقة على مجريات المقابلة، ورجع في المقابلة بعدما تسجل الهدف من نيران الصديقة اللي كان الحكم على ضربة خطأ لفريق النهضة البركانية. بغينا نتكلم على ذيك ضربة خطأ وما جا وراء يعني تلك ضربة الخطأ، وما سمعناه من ردود فعل صحافة كما كيقولوا الصحافة الرياضية، بعض يعني ما غاديش نقولوا كلش، وبعض يعني الصفحات خاصة. الحكم أعلن على ضربة خطأ وجا منها الهدف، وكان أخطاء يعني تحكيمية في هذه المقابلة. يمكن المتضرر الأكبر كان هو فريق نهضة بركان من الأخطاء. الرجاء يعني لما كنشوف راسلوا يعني مديرية التحكيم الاحتجاج، فريق نهضة بركان ما راسلش، ولكن في الصفحة الرسمية دار فيديو ورا الأخطاء فادحة اللي يعني وقع فيها الحكم الوسط وحتى حكم الفار. كنت كتلقى يعني خطأ وارد، ويعني الحكم كيخطأ، ولكن في الوقت اللي كتكون يعني شي حاجة هكا يعني عادي بالنسبة لي، لأن مارادونا سجل هدف بيدو في 86 وتأهلوا للنصف النهائي على يعني ضد فريق الإنجليز، ما خداوش يعني واحد. هذا يعني هدف بيدو وكتقصى فريق الإنجليز وكترشح للأرجنتين.
كذلك تيغي اونغي أهل فرنسا بيديه، يعني سجل الكرة بيديه في دوبلين في ايرلندا، وذاك الهدف اللي خلى الفريق الفرنسي يتأهل إلى كأس العالم 2010 لجنوب أفريقيا. يعني ما خذاتش كاع، كانت أخطاء نعم احتجاج، ولكن كفر، يعني هذا خطأ، أخطاء لنفرض أن الحكم أخطأ في يعني تصفير ضربة خطأ، ولكن واش تسجلت؟ يعني كان شي حاجة يعني ضربة خطأ دار الميغ وتيراها للشعير وديفيات وتسجل عادي. ولكن أنا لا يهمني يعني بالنسبة يعني مسؤولين الرجاء يديروا بلاغ ولا هذه من حقهم، وحنا من حقنا عاود ندافعوا، لأن القاضي كيسمع الجوج تاع الناس. ولكن اللي أثار انتباهي يعني هذا الصفحات وبعض الصحافة يعني خذاو منها كأنها نهاية الحياة، بحال ديك ضربة جزاء اللي ما كايناش كاع في الخيال، اللي المغرب طنزانيا. شكون اللي مشى لدوك ضربة جزاء بغاو يردوها شرعيه؟ هما الصحافة الوطنية، واللي ولينا اليوم كنصدروا هذا المغرب الكواليس حتى ضربونا بالكواليس في بلادنا، خذاو لنا كاس افريقيا وانتم كتشتموا باللي بدات كاس افريقيا والصحافه العربيه والافريقيه الكواليس، واللي ساعدوهم حتى الصحافه الرياضيه تاعنا داخل الوطن للاسف الشديد. ولهذا مقابله كانت فيها اخطاء تحكيميه على الطرفين. ولكن لماذا هذه الهجمه من حيث فريق نهضه؟ كان دائما حنا كنشوف واحد الشماعه، يعني كان رئيس سابق تاع الجامعه هو كان رئيس نهضه. فريق نهضه كان تعرض حتى هو لعده مرات الى اخطاء فادحه ودينا الثمن. المقابله الاخيره مع الفتح الرباطي الورقه الصفراء الاولى اللي داها سيدي بي راه ما كايناش، ورغم ذلك ادينا الثمن. لعبنا من الدقيقه 33 وحنا كنلعبين ب 10 اللاعبين، لان تلقى الصفرة الثانيه والصفرة الثانيه كانت يعني في محلها، ما غاديش الحقيقه تقال، ولكن الصفرة الاولى ما كانتش. ولكن لا ما بكينا لا شكينا، ولكن ما شفناش هاد الصفحات وهاد الصحافه وهاد خرجوا يقولوا اي حاجه كتعلق ببركان والا كل شيء كي. وانا كنقول يعني والله ان هناك بعض الصفحات وبعض يعني الصحافه ماشي انهم حبا للرجاء والدفاع عن الرجاء، بالعكس بحال هذه المقابلات ولات فيها رابح. علاش رابح؟ يعني ندافع على الرجاء لان الرجاء معروفه يعني لا وطنيين ولا افريقيين ولا عندها قاعده جماهيريه كبيره، يعني بدون نقاش. ولكن باش يكون يعني نديروا البوز، يعني باش نربحوا المشاهده، لان ولات اليوم كما كيقولوا رابح حتى في هذه القضايا نتاع الصفحات وهذا بعض الصحافه اللي كانوا في اذاعات ولا تلفزيونات وداروا قنوات خاصه، يعني حتى يعني ولات الصحافه الرياضيه في الحقيقه راه افتقدناها منذ سنين، يعني بقى السي الصدوق والقليل اما الراس راه ما كاين والو. ولهذا يعني أنا بالنسبه لي كل حاجه قد نهاك كتعلق ببركان صافي ليه. يعني في الوقت مثلا وقعت مشاكل في مقابلات طنجة الرجاء، ما وقعتش كاع هذا الضجه ان ضربت الصفراء كذلك الحمراء اللي دات طنجة يقال ما كانتش حمراء. لماذا الصحفيين والصحافه وما حيث ماشي بركان؟ مقابله الرجاء مثلا مع الجيش وقع فيها ما وقع، يعني ما فيهاش بركان. ولهذا يا اخوان نبغيو شويه اليوم، افتقدنا شويه الصراحه والمنطق، لان للاسف حتى شوف غير القضيه الان تاع المدرب الوطني اصبح الصحفي يعني ينتقد نفسه بنفسه. كل 10 دقائق خبر عاجل، اقيل، استقل، انستا، شي با سكيتيوي منا. خاصة نعاود الى جاوبوا تسمعوا شي جريدة الكيب الفرنسية ولا الغامسية ما قلناش خبر عاجل. افتقدنا يعني ما قدرناش حتى ندافع على نفوسنا في كاس افريقيا وعلى العقوبات اللي تصدرت في حقنا
ما كانش واحد صحفي مغربي كان مثلا في عين المكان. حنا نجيبوا دائما الاخبار على شوبير ولا ما عرف على من ولا باقيين هنا في الاستوديو نتاعهم دير قناه وبقات في عاجل 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 وعجل ما كاين لا عاجل ولا محزن. ولهذا بالعكس يعني هادشي اللي خلى هاد الناس ضربونا في عقر دارنا بهذه الاشياء، لان كنا صدرنا اشياء لاعداء كره القدم المغربيه، واللي خدموها ضدنا كسلاح في كاس افريقيا وادينا الثمن غالي يا اسفه. هذا هو اللي كاين. مدرب الرجاء اللي خرج حتى هو كي قال لك التحكيم. نقول الرجاء مدرب الرجاء فاشل بحالو بحال مكوينه بجوج. لم يسبق لي مثيل انا رأيت فريق الرجاء كيلعب مقابله دفاعيه يعني 90 دقيقه. باللي راني كنتفرج كره القدم يمكن اكثر من 55 سنه او اكثر. اول مره كنشوف الرجاء كتلعب دفاع 100%. كيخرج كيقول لك التحكيم. ماذا قدمت يا سي فالدو ولا كيسميتو؟ ماذا قدمت للمقابله انت؟ ماذا يعني واش عطيت لنا شي منتوج كروي؟ تيكا تاكا تاع الرجاء ما كانتش. فريق الرجاء دافع 90 دقيقه في المقابله، لا اقل ولا اكثر. اذا اليوم للاسف كما قلنا ما بقاش يعني المصداقيه ما بقاتش. كما قلنا اي فريق الان عنده قاعده جماهيريه كبيره صافي يمشيو مع، خاصه من يكون مع بركان، لان كاين واحد الشماعه دائما باش نذكروا القضيه. وكما قلنا حنا اللي سوقنا هذه الافكار لغيرنا خارج الديار وضربونا بها في كاس افريقيا. وصبحت كل مقابله تاع المنتخب المغربي الا فيها شكوك في التحكيم. كاس افريقيا حنا ربحنا قبل ما نربحوه بهذا ما علينا. ولهذا فالدو هذا نقولوا له لعبت مع بركان السنه الماضيه النهائي مع سيمبا في بركان. كان ظلم تحكيمي كبير ضد فريقنا في بركان، رفض الهدف، كاين المهم اشياء كثيره اللي في بركان. كنا غادي نفوزوا ب4 ولا 5 في بركان ونمشي مقابله في طنزانيا فائزين، لكن الحكم فعل ما فعل وربحنا ب2-0. اما في مقابله الاياب ما قلتلكش السحر، تغيير الملعب، بقى في المطار وزيد هذا فالدو يبقى فيه الحال. اليوم نقول انا صراحه انا كنشوف هذا فالدو في الرجاء يعني ايام معدوده ليه. ان صراحه انا ما كنبغيش نتدخل في شؤون داخليه الفرق الاخرى ولا في الانتدابات نتاعها، ولكن يعني كنشوف مدرب ما قدم والو كينتقد الحكم، قدم بعد شي حاجه عاد ينتقد من الحكم. هذا هو المشكل. ما قدم والو في المقابله وخلى فريق الرجاء بدون روح. يعني منذ بدايه هذه البطوله كنشوفوا فريق الرجاء كاينش. انا عمري ما شفت كما قلت لكم الرجاء كتدافع طيله 90 دقيقه. وفريق بركان لو كان يعني متكامل الصفوف كنا غادي ننتصروا. للاسف فريقنا بركان يعاني بالغيابات كثيره. 2 حراس مبليسين، بحيري، سيدي بي مطرود، كومو سابيل المدافع كذلك منعوت تصاب كذلك، بوخريس مصاب، مع بعض الاخطاء في الدفاع. ولكن بركان يبقى هو بركان. كل هذه الضغوطات والله ما ان بركان تعرض للضغوطات قبل السنه الماضيه، لكن كنقولوا سيري جبل ما يهز كريح. ونهينا الدوره 25 كنا فزنا بالبطوله عن جداره واستحقاق وبفارق كبير ومريح على المنافس. دخلنا اول مره كاس عصبه الابطال هو الان وخلو يعني كل هذه المسائل اللي نعانيو بها من اصابات من اشياء كثيره والغياب اللاعبين اللي كانوا اساسيين ومغادره. ورغم ذلك ان شرفنا كره القدم المغربيه ونحن الان في الربع رفقه الجيش الملكي ونتمنى فريق الجيش الملكي
وفريق النهضة البركانية يكونوا أقوياء في الربع، لأن واحد كما يقولوا مبلغ مادي كبير في النهائي اللي يربح هذا عصبة الأبطال 6 المليون. يعني نتمنى إن شاء الله يكون مناصبنا مناصب بركان ولا بناصب الجيش الملكي، ما يهمناش يكون كأس مغربي. وفي كذلك في المقابل للاسف كاين مواجهات اسفي مع الوداد ما بغيناش تكون مواجهه مباشره. قدر الله ما شاء فعل، اللي غادي يفوت نتمنوا عوده باش ياخذ هذا الكاس لان فيه 4 المليون. فوالا هذه من فيما يخص مقابله الرجاء وفريق نهضة بركان. ونتمنى صراحه دائما انا كنطالب، ما كرهتش انا كاع مقابلات نهضة بركان يكون عندنا حكم اجنبي، تنخلصوا كاع بهذا باش نوضعوا حد هذا الشائعات وهذا. ما كرهناش والله، ما كرهنا. عندنا حتى الحكم اللي كيتعين البركان دائما عليه ضغوطات وهذا المسائل قبل المقابله غادي وكذا فريق منا. ماذا بينا هذه مديريه التحكيم في المستقبل القريب تجي لنا حكم اجنبي اللي يحكم لنا المقابلات. فوالا هذه فيما يخص مقابله الرجاء ونهضة بركان وما شابهها من لغات وكذا وكذا. نرجع له مقابلة الوداد ونهضة بركان. فوالا كما قلنا مقابلة قمة قد تجرى اليوم الغد في الدار البيضاء الساعة 10 مساء بين فريق نادي الوداد الرياضي البيضاوي وفريق النهضة الرياضية البركانية. كما قلنا المقابلة الوداد ونهضة بركان منذ زمان، ليس كما يقال أن فريق نهضة بركان بزاف اللي كيعرفوا خلال غير من هذه 2010، لكن فريق نهضة بركان تاريخ كبير، حتى هو راه تأسس تقريبا في نفس التوقيت تاع الوداد 1938 وكانت مقابلات قويه جرات بين فريق نهضة بركان وفريق الوداد، لا في الدار البيضاء ولا في الملعب الاحمري. ونفتخر كنا دائما كتكون مقابلات كبيره في عهد عزيز بودربال الزكي وزيدو بوصحابه الهراس منير الهبيل البرازي بينيتو مصطفى الطاهري. يعني دائما كانت مقابلات كبيره بين الوداد تجرى وكان كيجلب جمهور كبير، وغالبا ما كانت كتنتهي دائما بروح رياضيه كبيره. وانا كيحكي لي بعض اللاعبين تاعنا بحال مثلا بوصحابه الراس، كان كل ما كتنتهي المقابله مثلا في الدار البيضاء والا كيمشيو يتعشاو مع الزكي ولا مع بودرباله ومع سفاري ولا مع المهم انا ذاك، والعكس صحيح في بركان. ونتمنى ان تستمر هذه الروح الرياضيه هكذا. فريق الوداد مرشح فوق العاده هذه السنه بدون يعني اي واحد كيقول لك فريق الوداد مرشح فوق العاده، ولكن مقابله نهضة بركان دائما وفريق الوداد كتكون فيها نديه كبيره. ونتمنى نشوفوا كما قلنا مقابله كبيره، ونشوفوا دائما نركزوا على التحكيم. نتمنى التحكيم يكون رزين ويكون عادل، ما تعطي لي ما نعطيك، طبق القانون يا اخي وتخرج راسك مرفوع والله واحد ما يحتج عليك. توقع بعض المرات ان الحكم بشر، نستناو واحد الوقت اللي غادي يجي شي حكم غوبو اللي غادي التكنولوجيا هي اللي تحكم في المقابله، انا ذاك ما غاديش يبقى الاحتجاج. ولكن العنصر البشري غادي ما يبقاش. ولكن يا اسف ما بغيناش نوصلوا لهذه المساله، ولكن يمكن راها جايه وان شاء الله يكون خير وتكون مقابله كبيره يعني فيها نجوم كبار، لاعبين كبار، جمهور عندي اليقين الملعب محمد الخامس سيكون يعني 40-50 ألف متفرج، ونعطيو واحد صورة جميلة لكرة القدم المغربية وللبطولة الوطنية ونسوقوها أحسن تسويق. ونتمناو في هذا الشهر العظيم تكون الروح الرياضية ويكون تآخي كما قلنا، وهذيك القيل والقال ما نديرو بك الناس اللي كيستغلوا كما قلنا بعض الفرق ذات شعبية كبيرة من أجل يعني يديروا ليفي ولا يعني بغينا لهم شويه المصداقيه وبغينا نرفعوا شويه قيمه الصحفي الوطني
وحتى الصحافة صراحة يعني افتقدنا صحافة كبار اللي كنا نعرفهم، للأسف ما تبقى إلا القليل القليل. نتمنى أن تكون هذه مواجهة تكتسي روح رياضية كبيرة وتفوز الروح الرياضية هي الأولى، والنتيجة اللي غادي يكون محضر أحسن اللي ربح نقولوا له برافو. آخر مقابلة لفريق نادي بركان جرات في الدار البيضاء السنة الماضية، كان فوز فريق نادي بركان ب1-0، هدف اللي سجلوا خيري، وهذا مكان. وحنا فريق الوداد راه فيه لاعبين الان ينتميوا للمدينه نتاعنا كذلك، يعني راه اليوم كلشي. ونتمناو كما دائما تكون الروح الرياضيه في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر التآخي، هذا الشهر الوئام، هذا الشهر المحبه، هذا الشهر وليس شهر القصف والقصف المباشر كما حدث في مقابله الرجاء. ولا تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم، وإن شاء الله نشوفوا مقابلة في أحسن أحوال، وإن شاء الله ستنتصر الروح الرياضية في هذه المقابلة. نتمنى الحكم اللي غادي يقود المقابلة يكون نزيه ويكون محايد ويطبق القانون. ومستقبلا بكل صراحة أنا أفضل أي مقابلة فريق نادي بركان نجيب لها حكم أجنبي باش نوضعوا حد لهذا القيل والقال. حفظكم الله ورعاكم، رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونلتقي في حلقة قادمة بحول الله وقوته.